السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جديد أخبار المغرب اليوم، وأبرز عنوانها مباشرة من مركز عين مديونة. منظر مروع، اللهم الطف بنا. لكن قبل ما نبداو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد أخبار المغرب اليوم. أما في التفاصيل فقد أفادت مصادر محلية من جماعة عين مديونة بضواحي تونات أن فرق الإطفاء ومتطوعين من أبناء المنطقة يسابقون الزمان للسيطرة على حريق اندلع زوال اليوم في غابة جبل الأقرع بجماعة عين مديونة. وحسب المصادر ذاتها فإن الحريق التهم مساحة شاسعة من الغابة، وما تزال مساحته تكبر بفعل الرياح القوية وكثافة الغطاء الغابوي بالمنطقة. وقبل وصول رجال الوقاية المدنية إلى عين المكان، حاول عدد من المتطوعين الاحتواء والسيطرة على ألسنة النيران قبل أن تتسع هيمنتها وسط مطالب للسلطات المحلية بالإسراع في تسخير كل الإمكانيات لإخماد النيران قبل اقترابها من بعض المساكن. فعلا موقف لا تحسد عليه بلادنا، وخصوصا الساكنة المحيطة بالغابة. اللهم لطفك وعفوك. شكرا لكم متتبعين الكرام، ما تنساوش تدعمونا في القناة وتديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.